ده بقى يا جماعة السوق القديم. هما بيقولوا اسعاره كويسة، بس انا شايفة برضو انها لا. يعني شايفة ان اسعاره يعني اديني دخلت اول محلين لقيت فيها الحاجة غالية ب600 و700. ادينا هنشوف. ده بيقولوا عليه يا جماعة جامع اسمه جامع الصحابة، وشكل فيه كافيه هناك فيه اغاني وباند وكده. هروح اشوفه بقى. دي شكل المحلات اللي موجودة في السوق القديم. كان نفسي والله اوريكم خليج نعمة، بس للأسف ان انا بتمشى انا قدامك بس انا اسرع. ميعاد رحلتي خلاص للأسف هينتهي النهاردة. دي منظر لوحة عجبتني قوي في محل بشتري منه. طبعا الأجانب يعني بيجروا عليها ايه، عشان ما عندهمش الحاجات دي في بلدهم. ده محل في السوق القديم، اسعاره مناسبة زي اسعار القاهرة بالظبط. جبت من عندهم البنطلونات اللي بنلبسها اكتريتها في الصيف، بس بجد اسعاره حلوة جدا، وبالذات لما بيعرف ان انت مصري بيظبط جدا. يا رب تكون الاضاءة واضحة. يعني بص نوعية البناطيل بالذات البيك سايز دي، انا بلبس مقاسات بيك سايز فدي تناسبكم. يعني انا جبت من هنا يعني انا جايبه البنطلون من هنا ب180. بنطلونات نوعها 180 سعر 180، فزي القاهرة بالظبط. ولو القاهرة جبتها اونلاين بتبقى غالية جدا. عندهم حاجات حلوة قوي قوي. هتلاقوه في اول السوق القديم بعد تالت او رابع محل. وده بقى تاني محل في السوق القديم بيبيع الحاجه زي القاهره بالظبط. الحمد لله. صوريني بعد اذنك من والله هو اتفضل. حبايبنا القاهره مصر. وبياع اسمه احمد، واهم حاجه ان ازازه الميه ب5 جنيه زي القاهره. يعني دي حاجه. لا بجد والله، يعني الحمد لله المحل ده اسعاره زي اسعار القاهره. يا فندم بنعمل اسعار كويسه للمصريين. لا بجد ده كويس. يا ريت ان اي حد يراعي ان ما يلاقي ده مصري ما يغليش عليه. يعني انا بجيبها من بره من غير السوق القديم بكام؟ ب15 و20 جنيه. ده بقى بالظبط يا جماعه بعد محل الهدوم اللي انا كنت فيه برضه بيبيع الاسعار زي القاهره. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان السوق ده فعلا اللي يجي يقعد هنا او حاجز مثلا شاليه او شقه مأجرها. ايه ده في نافوره، تعالوا نشوفها شكلها تحفه. يا رب بس التصوير يكون حلو وصوتي واضح. بس فعلا والله السوق هنا القديم ده فعلا اسعاره حلوه جدا زي القاهره. يعني المحل اللي اشتريت منه البنطلون فيه اسعاره حلوه. بلس تاني حاجه يكرموك عشان انت مصري، فيعني حلو جدا وطريقتهم حلوه. بعديها بمحل او اتنين لقيت محل السوبر ماركت بيبيع فاكهه وايس كريم وميه. انا هنا ازازه الميه الكبيره بلاقيها ب25 و30، والصغيره ب20 ب15. فبالصدفه جاي بقول له ازازه الميه عندك بكام؟ قال لي ب5 جنيه. فيعني ما صدقت. انا قلت له يعني نادر اول ما الاقي هنا الميه قليله رخيصه، يعني سوري يا جماعه. بصوا المناظر الحلوه. الناس يقولوا نروح خليج نعمه، انا ما عجبنيش خليج نعمه. ديسكوتات بقى وكافيهات وغاليه جدا، بس هنا المناظر حلوه وجميله باستثناء المنظر ده. في تصليحات وفي العاب للاطفال كمان في السوق القديم. العاب للاطفال. والفيديو ده ان شاء الله لما انزله هيبقى دقايقه كتير، بس الدقايق بتاعته كتير، بس بجد بجد هتستفيدوا منه قوي. هتعرفوا اماكن كتير. هنا تقريبا فوق في كافيه، فوق في الصخره هنا، فوق في الجزء الفوقاني ده تقريبا في كافيه، بس واضح ان هتبقى قعدته حلوه. مكان تحفه اصلا، يعني المكان ده عاجبني قوي. السوق القديم يا جماعه اسعاره حلوه كانك في القاهره بالظبط، والناس كويسه جدا.
طبعا السوق القديم لسه ليه باقي جوه، طبعا انا يعني مش هخشه كله، بس فعلا هو اسعاره حلوه قوي. وهنا في عربيه بنك اهلي عشان اللي عايز يسحب ATM، يعني يسحب فلوس من البنك الاهلي قصدي، اهي. فيا جماعه يعني بجد السوق انا اتبسطت فيه عن خليج نعمه بكتير. خليج نعمه يعني اولا اسعاره عاليه جدا، في ديسكوتات، كافيهات، بس يعني اللي انا عرفته من المحلات هنا يقولك لا الناس تيجي هنا الصبح علشان خاطر ايه، يشتروا حاجاتهم، ليه فعلا اسعارهم والله كويسه جدا يعني عجبتني. وبالنسبه بقى للتكوسه، ان انت تركب تاكسي مثلا معاك عيلتك او كده، لا نصيحه اركب ميكروباص او سيرفيس زي ما بيقولوا. يعني اسكندريه يقول لك ايه مشروع، هنا يقول لك سيرفيس، فلا ارخص. يعني جيت قلت اروح سوهو سكوير، انا صورت منه شويه صور بوريها لكم برضو طبعا اكيد في الفيديو. فكرت ان انا اركب تاكسي عادي، قلت عشان انا ما اعرفش حاجه في البلد، قلت اركب تاكسي. ما عندهمش اولا عداد في التاكسي خالص، بيتعاملوا لقيت سالت ازاي يعني يكلف كام الطريق، قال لي 200 جنيه. لا كتير. انت لو ركبت مشروع او سيرفيس او ميكروباص هيبقى الاجره الشخص الواحد او النفر واحد ب5 جنيه.